احلف. طبعا كلنا شفنا وسمعنا عن الافطار الجماعي اللي عمله نادي تشيلسي في الستانفورد بريدج للمسلمين هناك، وكمان شفنا بعديها استون فيلا بتعمل نفس الموضوع. ففي شويه لعيبه كده جمعت بعضها من الدوري الانجليزي وقرروا ان هم يعملوا الموضوع ده، وطبعا اللعيبه دي لازم نذكرها بالاسم عشان بيعملوا خير يا اخي. عندك رايا، عندك ميتوما، عندك راشفورد، عندك ماديسون، عندك شيلويل، كل الناس دي قررت انها تعمل خير النهارده، بس نسيوا حاجه مهمه جدا، احنا كمسلمين بنفطر على الاذان مش قبله. اهلا وسهلا بيكم. والنهارده اليوم الاول خلص بقى خلاص من الجوله 30. 8 ماتشات اتلعبوا النهارده، 7 منهم يا مؤمن بيتلعبوا قبل الفطار. مش تراعى يا جدعان، راعوا ان في ناس كده على اعصابها والنقط بتاعتها مستنياها. يعني الحمد لله النهارده راشفورد وانتوني اعتقد ان هم فطروا 60 ل 70% من لعيبه الفانتزي. ما هو انا مش هقول لك بقى ماتش اليونايتد وماتش ايفرتون النهارده كان عامل ازاي. مبدئيا من اصابه لوكشو اللي احنا لبسناها، طبعا اللي فكر بقى يبقى ديفرنشال ويجيب مشي لوكشو ويروح يجيب مكانه مثلا فاران ولا يجيب مكانه دالوت، احب اقول لك ان الجوز كانوا قاعدين دكه. تفهمش ليه بدون اي سبب. راشفورد النهارده ضيع كميه يمكن 4 اجوان النهارده، سوبر هاتريك راشفورد مضيع هو وانتوني. طبعا راشفورد طلع في الاخر الحمد لله طلع باسيست احسن من اي حاجه يا راجل. ما احنا قلنا لكم راشفورد النهارده كان عنده دبل، بيلعب ضد ايفرتون وبيلعب ضد غاندي. ما صدقتنيش ليه؟ قلتها لك الحلقه اللي فاتت. بس زي ما انت شايف هو ما طلعش بس باسيست وكمان، لا هو طلع باسيست واصابه. ربنا يستر بقى، ما نشوف اخبار الاصابه بتاعته ايه، هنعرف كده الاخبار ونتابعكم بيها اول باول على الفيسبوك. بس يعني الحمد لله خلاص بقى اللي عنده ديخيا هو اللي استفاد منه، اللي جاب مارتينيز برضو استفاد منه وخد له نقطه البونص، وطبعا اللي عنده راشفورد هو طلع بالاسيست بتاعه، ومارسيال رجع تاني للتهديف وشفناه بيجول. وبول سكولز طلع يقول لك مارسيال لو بيلعب من اول الموسم 24 ل 25 جون بالميت. يا عم خليه يبقى سليم ماتشين ورا بعض وبعدين نبقى نفكر في الموضوع ده. نيجي بقى مع تاني ماتش معانا النهارده، كان توتنهام وبرايتون. الماتش اللي قبل ما يبدا الماتش في السلام ما بين الاثنين مدربين، طبعا الاثنين طليان ستاليني وديزيربي، شدوا مع بعض كده شويه قبل الماتش اتلعب بعد كده عادي هوب لقينا الجوز بيطردوا. ليه بيطردوا؟ الجوز طليان، فالجوز قاعدين يشتموا في بعض بالايطالي. طلع الحكم الرابع بيعرف ايطالي، نده للحكم قال له ده عمالين يولوا كذا ويولوا كذا، فراح طرد الجوز. نيجي بقى على الماتش. طبعا دفاع برايتون النهارده ستيل ستوبينان كلهم بلانكت، هو اللي تقدر تقول ان هو طلع بحاجه من دفاع برايتون وراح منه الكلين شيت، بس دانك قدر انه يجيب جون. على الناحيه الثانيه من توتنهام سون جاب حته جون حلو قوي، لو ما شفتوش روح اتفرج عليه كان جون حلو قوي. وطبعا هاري كين الجون المعتاد بتاعه قدر ان هو يجيب جون عشان الناس اللي عندها هاري كين ما تزعلش من هاري كين ويطلع لهم بشويه نقط حلوين. طبعا الدفاع بتاع توتنهام مفيش اي حاجه نقدر نتكلم عليها في الماتش ده اكتر من كده. نيجي بقى على الماتش اللي بعد كده، استون فيلا ونوتنجهام فورست، وماتش مشي طبيعي جدا زي ما هو متوقع. استون فيلا من اخر 4 ماتشات قادرين ان هم يطلعوا ب3 كلين شيت. واتكنز اللي غلب الناس لغايه اخر دقيقه، في الدقيقه 95 قدر انه يجيب لك الجون عشان يجيب لك شويه النقط اللي تستر بيهم نفسك. بس يا ريته كان سطر نفسه وما قلعش التيشيرت وكان الانذار. يعني هي مش ناقصه العمليه، احنا بنزق الدنيا مع بعضين. في بقى انا نقطه نفسي حد يلاقي لها حل، انا نفسي اعرف انا ايه مشكلتي مع الدفاع. يعني انا بجد مفيش مدافع اجيبه ديفرنشال الا لما البس فيه. يعني القصه بدات معايا بكاستين اتصاب وبطل يلعب كره تاني، باتيرسون اتصاب وبطل يلعب كره تاني، لوكاس دين اتصاب وبطل يلعب كره تاني. رحت جبت بقى ايه، جبت كاش بتاع استون فيلا جاب لي الكلين شيت واتصاب وبطل يلعب كره تاني، يخرب بيك كده. طب رحت جبت الواد سينيسي بتاع بورنموث طالع اخر قبل ما انا اجيبه جايب 8 و7 اتصاب وبطل يلعب تاني. جبت لوك شو اتصاب. ايه يا جدعان في ايه؟ هو ايه المشكله عندي في الدفاع؟ اقسم بالله انا بقيت حاسس ان انا يعني مش مكتوب لي دفاع. فقررت بقى ان انا مش هجيب اي دفاعات ديفرنشال، انا همشي زي ما الناس بتقول. انا بجيب اللعيبه عندي تتعالج وتتصاب ويرخص سعرها وبعدين امشيهم يشتغلوا بره. ايه يا عم ده؟ منجز الحمد لله طلع بكلين شيت. الناس اللي جابت مارتينيز قدر ان هو برده يطلع بكلين شيت عشان يبقى فعلا دفاع استون فيلا مأكل الناس الشهد، وكمان الهجوم بتاعهم مع واتكنز برده مأكل الناس الشهد. ده مؤمن خليني اقول لك ان واتكنز من الاسبوع ال17 من بعد الرجوع من كاس العالم لحد النهارده ما عملش بلانك الا ماتش واحد، وكل الماتشات اللي في النص كلها جايب فيها مساهمات هجوميه. ففعلا اللي جاب واتكنز من بدري اكل منه الشهد وشابوه على اختياره. ماتش برينفورد ونيوكاسل ماتش محير جدا وانت بتختار تشكيلتك قبل الجوله، لان انت عندك مدافع من هنا ومدافع من هنا، وعندك يمكن هجوم من هنا ويمكن عندك هجوم من هنا او لا، بس عندك لعيبه كلها بتلعب ضد بعض. فكانت الحيره وكان الامثل حل للناس كلها ان الماتش ده كان يطلع اصفار، وطبعا ده ما حصلش. النهارده نيوكاسل راح منها الكلين، برينفورد راح منها الكلين، بس ماتش كان فيه شويه عجب بقى. يعني بنشوف بوب بيصد ضربه جزاء فبيطلع بسيفز بيجيب 5 نقط بس من ضربه الجزاء لما عمل سيف. بنشوف توني بيضيع ضربه جزاء فبياخد فيها ماينس، بعدين بيجيب جون بيتلغي، بعدين بيجيب جون بيتحسب. فكميه عك النهارده انت قاعد بص، كميه دراما مش طبيعيه وانت بتتفرج على الماتش. تريبير مفيش، فكره ان انت تجيب 2 من دفاع نيوكاسل ما بقتش تاكل الشهد. اديك لبست فيها ماتشين ورا بعض، يعني لو هتفضل مغامر عليها فانت تطلع مثلا منها بكلين شيت كل 3-4 ماتشات، فما اعتقدش ان هي تستاهل المغامره بتاعتك. موبيمو النهارده كان
دكه، في يمكن 400,000 واحد مشوا توني، بس توني النهارده قدر انه يجيب. ما اعتقدش اللي عمله توني هيأثر كتير في الترتيب، عادي جدا، لان اللي عنده توني اصلا على الاغلب كان مقعده دكه النهارده. على الناحيه الثانيه بقى رايع كوره ملهاش اي ثلاثه لازمه بتتحسب اون جول، يعني جوالينتون قطع بالكوره وبيعرضها او بيشوطها على الجون، هي ما بين الاثنين، خبطت فيه ودخل الجون. ايه علاقه انها بتبقى اون جول؟ ما ده الحارس المرمى، يعني كانه عمل عليها تراي ودخلت، تبقى اون جول ليه؟ فطبعا بناخد عليها -2، بعدين هو بيدخل فيه جونين ب1، فبيبقى -3 مع النقطتين اللعب مع نقطه ان هو جاب 3 سيف، يبقى 3 مع ال3 راحوا ويطلع لك بالصفر المتين. نيجي بقى على الماتش بعد كده، فولهام وست هام، وخلص الماتش 1-0 لويست هام في ارض فولهام. الجون اللي اون جول من ريد من فولهام، وكان اسيست من بوين. ماتش اللي مفيش اي حاجه تقدر تتكلم عنها ولا تذكرها غير بس ملحوظه ان ويست هام بيقدر يطلع بتاني كلين شيت على التوالي. ونيجي بقى على ليستر سيتي وبورنموث. خد يد يا ماديسون، يا لا مراهن عليك، يد يا ابن الذين يا متخاذل. طب خد انت بقى لقب المتخاذل من ظاهر، انت المتخاذل رقم 1 بالنسبه لي في اللعب. انا اصبر عليك اكتر من كده ايه واقول للناس اصبروا عليه وانا رهاني والفرس الكسبان؟ يا شيخ ده انت طلعت رهان ايه ونيلة ايه؟ ده انت مضيعني في اللعبه، كل ماتش نقطتين في نقطتين في نقطتين. انت بتخسر من بورنموث على ارضك، بتخسر من بورنموث على ارضك وهو اللي بينافسك على الهبوط. ده انت بقيت مركز 19 يا مركز 19 يا. نيجي بقى على ماتش وولفز وتشيلسي. نفسي افهم انا ماذا تعطونا في الستانفورد بريدج. انا النهارده بعد ما اروح اجيب لعيبه ب 600 و700 مليون اروح اجيب لهم لامبرد يدربهم باماره ايه؟ قول لي انجاز واحد، قول لي حاجه واحده تقول انه يستاهل. يعني بجد ده مساعد مدرب يا راجل، ما ينفعش. يعني انت جايبه بناء على الاداء الجامد اللي عمله مع ايفرتون، ده سايبهم بيهبطوا، مشوا من هنا، جه دايتش ظبط لهم الدنيا. انا مش فاهم بجد انتوا جايبين لامبرد يعمل ايه؟ النهارده بيلعب ب4 في الدفاع، قال يعني دي اللي هتفرق بقى، دي الحناكه بقى. اديك خسرت من وولفز، انت تخيل ده وولفز طلع بكلين شيت قدامك. يعني بص مفيش يعني تشيلسي زي ما قلت لك الاسبوع اللي فات، انا لا اثق تماما بقى خلاص في الفرقه دي بعد ما كنت جبت هافرز الاسبوع اللي فات ريسكايه. الاصول ان انا اكمل بيها على الاقل الماتش ده قدام وولفز، بس انا عندي ثقه ان الفرقه دي ما ينفعش تثق فيها ولا في اي لعيبه عندها ولا حتى في مدربها ولا في الاداره اللي بتفكر لها. فانا الله يكون في عون الناس اللي بتشجع تشيلسي، لان الفتره دي بتاعتهم من اسوأ فعلا الفترات اللي الواحد بيتفرج عليها مع تشيلسي. ونيجي بقى على الحفله، ساوثهامبتون والسيتي. يا حبيبي يا كبير، شفت انت الجون؟ زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرت يا عم سامحوني. شفت انت الحته اللي شفت انت اللي مش جايب هالاند؟ قلت لك ايه يا ابني؟ انا قلت لك ايه؟ قلت لك هتستحمل ضغطه الاعصاب ان هالاند يكون في الملعب ولو نص ساعه وهو مش عندك؟ تستحمل بقى انه هيجلي؟ يا راجل ده انا جبته وكابتنته وانا عارف انه ممكن ما يلعبش او ممكن يلعب له نص ساعه، بس ما غامرش قدام هالاند. انسى، ما تغامرش قدام هالاند. اديك شفت النهارده هالاند بيعمل ايه؟ الكره جايه له طبيعيه، بس هو بقى عمل الطبيعي كله. الراجل جايب النهارده 30 جون في 29 ماتش في دوري انجليزي. الناس اللي قالت لك لا الدوري الانجليزي مش عارف، امشي. ده هالاند ده عمل اللي هو عايزه في اي حته هو عايزها. دي بروين بيشتغل النهارده. دي بروين ابتدى يا جماعه لو ملاحظين، دي بروين ابتدى يرجع يعلى، طبعا بسبب ان انا بعته. فالناس اللي عايزه تاكل الشهد من دي بروين حلال عليكم الفتره دي، انا مش ناوي ارجع اجيبه يعني. جريليتش بعد ما كنا بنقول ان هو لعيب فرهود في الملعب ومش لعيب فانتزي، لا شكلنا نرجع نفكر في الموضوع ده تاني. النهارده بيعمل برده اسيستين وبيجيب جون، عمل شغل حلو قوي النهارده جريليتش، او اسيست جون مش متاكد بالظبط، بس هو طالع ب 12 نقطه. فشفنا النهارده التركه متوزعه ما بين دي بروين ما بين هالاند ما بين جريليتش. فلا فكره ان انت تجيب من السيتي بس بعد البلانك بتاع ال 32 هتبقى فكره وارده جدا، وده اللي كنت بكلمك فيه ان الاسبوع ال 33 لو لسه عندك الوايلد كارد اتقل بقى عليه، عشان هو ده الوقت اللي تبدا تجيب من السيتي 3 وتجيب من برايتون 3، تبدا تفكر في ليفربول. هنتكلم بكل ده بقى باستفاضه ان شاء الله في التحضيرات بتاعتنا اللي جايه، بس نقدر نقول ان النهارده اللي جاب هالاند وكابتنه هو اللي كسب الرهان. ونستنى بقى ماتشات بكره اللي عنده لسه لعيبه من ارسنال ونشوف اخبارنا ايه. انا لغايه دلوقتي حتى وقتنا الحالي جايب 50 نقطه مع البونص. انت قول لي اخبارك ايه؟ اسهمك اخضرت ولا احمرت؟ جبت كام نقطه؟ وناقص لك كام لعيبه؟ ناقص لي بكره زيتشينكو واوديجارد وساكا. تقول لي احسن سيناريو ليك ايه بكره عشان تبقى الجوله قافله تمام ويمكن فيها بكره اوصل 100,000؟ اقول لك ان انا محتاج ان بكره ارسنال يطلع بكلين شيت، ومحتاج ان اللي يولع الدنيا في ارسنال يكون اوديجارد. ده يبقى عدلها بالنسبه لي، عشان اوديجارد ناس كتير جدا باعته فانا لسه مراهن عليه. خلينا نشوف بقى ماتشات بكره يحصل فيها ايه. بس انا كل اللي محتاجه منك دلوقتي ان انت تنزل تحط اللايك بتاعك لو ما حطيتوش في اول فيديو، وتابعنا على القناه اول مره تتفرج علينا. ما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. وكان معاكم اسلام سيري من 1 2 بالعربي.